السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عرس جديد كيف ما كتشوفوا معنا كنتواجدوا في قاعة أفراح أيتماتنا اللي كتواجد بالهدى، وفريق العمل كيف القاعدة مزاهية والباقية راه متواجدين معايا وبقوة. هذه البسطيلة غادي نبداو بها كيف ديما، وراه شفتوا معنا في اللايف كيفاش مونطيناها وكيفاش خدمناها. هنا كان غادي نطول تاني الدريساج باش نعبر على خاطري ونشكر كاع الناس اللي كياخذوا من وقتهم ويعطينا وقتهم. كنقولوا لكم الله يرحم الوالدين على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، وشكرا لكم على الثقه ديالكم في المأكولات ديالنا وكذلك في المنتوجات الطبيعيه ديالي اللي كتوصلكم بشكل يومي. الله يرحم لكم الوالدين. وهنا قبل ما نبدا باي حاجه كنقول مبروك للانسه هند والشاب بدر على العرس ديالهم. الله يكمل عليكم بخير ويرزقكم بالذريه الصالحه. صراحه هاد الناس اللي خدمنا لهم هاد المناسبه حتى هما ناس طيبين، الله يعمرها دار والله يعمرها شجره. وما ننساش نشكر الناس ديال قاعه ايتماتن او قاعه افراح ايتماتن اللي طاقم العمل ديالهم من اتى للزيد، من اطيب خلق الله. الصراحه التعامل الرقي في المعامله وفي الاخلاق والتعاون، ناس طيبين صراحه لله. من احسن القاعات اللي خدمت فيهم، فيها جميع المقومات ديال انها تكون قاعه بامتياز، لا من الناس ديالها ولا من الماتريال اللي فيها ولا من النظافه ديالها. تحيه تقدير واحترام لكم. كيف ما كتشوفوا معنا هذا الشكل ديال البسطيله ديالنا، نتمنى تعجبكم. كيف القاعده كنحاولوا نعطيو دائما احسن ما عندنا ونعطيو صوره جميله على نفوسنا وعلى الناس اللي داروا هذا العرس باش ياخذوا عليهم ضيوفهم حتى هما صوره زوينه، حين الصراحه خسروا رزقهم وتهلاو في ضيافهم وكرموهم، راه ما خلاو ما داروا. اللهم بارك وزيد في ذلك. حتى هاد الناس اللي داروا العرس ناس طيبين، لا عائله العروسه اللي هما الله يعمرها دار قمه الاخلاق والرقي صراحه لله، وعائله العريس اللي حتى هما الله يعمرها دار والله يعمرها شجره، ما شاء الله عليهم قمه الاخلاق. يا سلام. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا. هنا ضروري من شويه الشيكي ندخلوا ونوصلوا الاطباق ديالنا حين تعجبونا بكل الافتخار غادي نقولوها. الله يرحم لكم الوالدين، شكرا لكم من جديد والله يجازيكم بخير صراحه. وهنا غادي ندوز نشكر فريق العمل كامل من اتى للزيد، وهذا الدراري ديال القاعه ديال افرح ايتماتن صراحه ما شاء الله ما شاء الله عليهم. ونشكر فريق العمل ديالي اللي على راسهم مزهيه، الله يطول لنا في عمرها، وفاطمه وكذلك نزهه، الله يجازيهم بخير صراحه. فريق متكامل، ناس طيبين كيخدموا بكل دقه واحترافيه ونظافه. وما نساوش دوك الجوجات اللي لقينا فهنا كيخدموا في هذه القاعه، ناعمه على ما اظن سميت ديك الاخت، وكذلك لا محجوبه حتى هما تعاونوا معنا صراحه وقفوا معنا، الله يعمر لهم الدار. من هنا كنوجه لهم تحيه تقدير واحترام. هنا كنوجدوا الدجاج بالتغميره الفاسيه الصراحه، كان دجاج لذيذ. الاطباق كلها ماشي كنشكر لكم. كنتمنى الناس اللي حضروا في العرس يخليو لنا الشهاده ديالهم في التعليق. كان كلشي في المستوى بالشهاده ديال الناس، ما كنهضرش عن فراغ صراحه، كان كلشي زوين. الدجاج يا سلام، البسطيله من داك الشيء الرفيع، والاطباق الاخرى راها غادي تشوفوها في هذا الفيديو. ومن جديد كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير والله يجيبنا في الصواب. ومرحبا بكم دائما. اي واحد خاصه شي حاجه ما عليه غير يراسلنا واتساب ولا يتصل بنا على الرقم الاتي 0696 43 78 72. غادي نجاوبكم ولا يجاوبكم البنات اللي خدامين معايا، وحنا راه الاشاره ديالكم. مرحبا بكم. ونتمنى كيف العاده الى عندكم شي ملاحظه شي تعقيب، حنا راه بالملاحظات ديالكم بكلامكم كان تعطيونا واحد الدفعه ونزيدوا للقدام. صراحه هذا الخير كان كيشهي، كان كلشي في المستوى. من جديد كنشكر كاع الناس اللي كيساندونا من قريب ولا من بعيد، ولو غير بالكلمه الطيبه، ولو غير بالبارطاج او لا بواحد لايك. الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. حين حنا بكم زايدين لقدام بالشهادات ديالكم، بالثقه ديالكم، بالتعامل ديالكم. الحمد لله. كنقولوا واحد المثل بالسوسيه، هذا حيسمي قال ربي المدح يوفنح الاعمال العقل ورد مانوف. الحمد لله دائما كنتلاقاو مع ناس طيبين كيحترمونا كيقدرونا كيديروا بحسابنا في الصغيره وفي الكبيره. الله يجازيهم بخير والله لاقينا دائما مع اللي حسن منا في الاعمال وفي العقل، ماشي اللي حنا حسن منهم. ها انتم ضروري كذلك ثاني واحد شويه الشيكي وندخلوا بالاطباق ديالنا. صراحه عجبني الحال في هذا العرس، كان كل شيء زوين كيف العاده. الحمد لله ما عمرني ما تحاشمت مع حتى شي واحد، لاننا كنخدموا من قلوبنا. هنا كندوزوا للحم اللي خدمته بواحد الطريقه مختلفه صراحه. ها انتم راه كيبان لكم بحال المبخر،
راه واحد اللحم راه ما نعاودش لكم ما شاء الله ناضي مخدوم بواحد الطريقه. هاد الطريقه باش خدمت هاد اللحم فيها شويه تماره، ولكن صدقوني كتوصلوا لواحد النتيجه اللي كتفرح. هاد الناس ما شاء الله راه داروا 4 كيلو اللحم في كولات بالصيل. راه داكشي كيف ما قلت لكم، اعطى الله الخير، تهلاو بكل ما تحمله الكلمه من معنى. الله يزيدهم ويرزقهم ويغني جميع الناس. اللي عنده القليل الله يزيدو، اللي عنده الكثير الله يعطيه القناعه ويزيدو من فضله. هانتوما ما شاء الله هذا المرق ديال اللحم اللي جاب بحال الدومي كلاص ما شاء الله، واحد اللون، واحد التعليكه، واحد البنه، راه تمنيت له ودقتوه صراحه كيجي اكثر من رائع. ما تقولوش كنشكر راسي، ولكن راه كنهضر بالصدق والله ما كنخبي عليكم. ديك الاخت اللي واقفه ورايا هي سميتها هبه، هي اللي مكلفه هنا مسؤوله في القاعه. صراحه ما شاء الله قمه الاخلاق، التعامل. راه قلت لكم هاد الناس اللي في هاد القاعه كلهم واحد التعامل ما شاء الله، من السرباه، من الناس ديال الكوزينه، من الناس اللي مكلفين، راه ما شاء الله. والله العظيم الخوت وما تسالوني حلوف، يلا راه كنهضر من قلبي، راه سبحان الله واحد التعامل، واحد الاخلاق ما شاء الله. كيعجبني ملي كنمشي لشي بلاصه كنلقى ناس مزيانين، كتفرح، كترتاح، كتحس بواحد الشعور زوين، كتلقى ناس بحال راسك، كتقول الحمد لله ربي ما كيخيبناش. هنا الاطباق ديالنا بغاوهم اللحم، البرقوق، اللوز، شويه الزنجلان، حيت حنا دائما كنخدموا على حسب المتطلب. وصراحه جا داك الخير ما شاء الله ما شاء الله، كل شيء ناضي كناضي. يا سلام، سلم ولا تتكلم. هنا ضروري من واحد الرشيشه ديال اللوز باش تكمل الخدمه ويجي داك الخير هو هذاك. وراه كلشي كيوصل سخون، كلشي صراحه دخلت عند الناس ملي كندخل الاطباق راه كيعجبهم الحال، كيفرحوا، كيشكروا. والحمد لله راه ما كنبغيش نبين الناس في الفيديوهات، وهذا احتراما لهم كذلك. اللي كيبغي يبان راه كيبان، اللي ما كيبغيش راه كنحيدوه. هنا كندخلوا الاطباق تاع اللحم كيف القاعده صافي، كنوصلوهم عجبهم الحال ما شاء الله. راه كيف ما قلت لكم عطى الله الخير، عطى الله الخير، الله يكرمهم. هنا وصلنا للبركوكس السوسي اللي باملو ديال اللوز واركان، ولا بدا من اللبسه ديالو احتراما لهذا الطبق الجميل، لانه طبق اكثر من رائع. الخوت هذا راه ما شاء الله كيعجبني باش يكون في الاعراس، كيستمتعوا به الناس اللي ما كيعرفوش وكيكتشفوا ثقافات اخرين ديال الناس. حيت الحمد لله المغرب ديالنا راه متنوع بالثقافات، من مدينه لمدينه ومن قريه لقريه. هذا هو السر ديال جماليه المغرب، هو هذا ما شاء الله. بركوكس راه عجبهم حتى هو، دخلناه للقاعه ما بيش نبين داخل حيت فيه الناس. خديت الشكر من عند الناس، كلام طيب وجميل، لقيت الناس كيتابعوني كيتفرجوا فينا. راه واحد الكلام وواحد الشعور لا يوصف، حيت كاينين شي حوايج كنحسوا ما كنقدروش نعبروا عليهم. والله الا فرحت، الله يرحم لكم الوالدين لكاع الناس اللي كانوا حاضرين في هذا العرس. شكرا على الكلام الطيب الجميل. هنا الديسير بالكلاص ديالو صراحه احسن كلاص، واعر ما شاء الله. زيناه بالفرومبواز ودرنا ليه صوص كراميل، حيت كيف ما قلت لكم مخدوم بالكراميل، وكان صراحه لله الكلاص من داك الشيء الرفيع. هنا دخلنا الكلاص حتى هو مع الديسير كيف القاعده. هذاك اخر حاجه غادي يدخل، من بعد غادي يجي الكاطو ديال بيس مونتي اللي هو فيه 3 طبقات، ولكن للاسف ما نقدرش نصوروا لكم حيت كانت العروسه كتقطع العريس احتراما لهم. دائما ما كنبغيش نبين شي حاجه. هذا الخير اللي شاط فيه هانتوما كتشوفوه ما شاء الله، كان لذيذ بزاف، ناضي كناضي. اللهم بارك، راه اعطى الله الخير كيف ما قلت لكم، طشت الخير. هذه خالة العروسه من اطيب خلق الله، خدات معايا صوره تذكاريه وما شاء الله. هنا بغيت نقول لك تبارك الله عليك، الاناقه المغربيه، التكشيطه المغربيه الاصيله العريقه، كتواتي المراه المغربيه في جميع المناسبات. الله يعطيكم الخير على التعامل، على الكلام الطيب الجميل. هادو الناس كيتصوروا معايا، هذا من الناس ديال القاعه الى اخره. صراحه واحد الشعور زوين. وكاينين ناس اخرين تصوروا معنا، حيدناهم من الفيديو احتراما لهم، ما كيبغيوش، اللي ما كيبغيش يبان في الصوره كنحيدوه احتراما له. شكرا لكم جميعا. هذا مسؤول في القاعه، رجل طيب وجميل ما شاء الله عليه. هنا كنوجه ليه تحيه تقدير واحترام. واخيرا كنقول لكم بسلامه، الفيديو القادم ان شاء الله مع اطباق جديده وكلام طيب وجميل جديد. الله يرحم لكم الوالدين.